السلام عليكم خوتي. تحس روحك هارب من الدنيا، خاطر اول شعور كي تنوض الصباح انك رايح تقرا يا خويا العزيز على 7 الصباح ومبكر، الحمام مازال ما غسلش وجهه، تقرب توصل للمدرسه وتدخل للمدرسه، تدخل المدرسه تحس روحك في السجن. حبس يا جماعه الخير، حبس كبير، مي مالغري كلش صامت، مي كي توصل للقسم تاعك يتبدل كلش، راح تلاقي يا جماعه اسوأ خلق الله قدامك. القسم تاعنا يا خوتي تقدر تصنفوا الى 65 الف فئه، ما كانش فئات محدده، خاطر كل واحد يا جماعه وكيفاه. كاين اللي ساكت، كاين اللي خباش ويحشيها لك مع الاخر، وكاين اللي خباش، وكاين اللي يقرا، وكاين اللي ما الفئه هذيك ما نجبدوش عليها خاطر ما يعرفوا رواحهم. المهم يا جماعه تقدر تصنف على حساب الفئات. مثلا انا من الفئه تاع المهم يا جماعه الفئه اللي نصنف منها انا هو اني يا فوق قاعد كودا تعرف البيضة فوق قاعد كودا راني تعرف. عندنا في القسم يا جماعه واحد اسمه تاقي، ما مش قصدي نسميه، مي نورمال هو كيبان في اليوتيوب اصلا راح يشبع فرحه. ثاني حاجه يا جماعه تاقي هذا جماعه الخير يتصنف ايضا من اسوأ خلق الله، استغفر الله يا ربي. تاقي والعياذ بالله هو مجرد تلميذ، تقدر تقول خباش، تقدر تقول ماهوش خباش، تقدر تقول ماهوش عبد، والله غير ما هو عبد يا جماعه. القسم تاعنا فيه عديد من الفئات اللي كانت سبب في فشل بلادنا، سبب في ضياع الجزائر، في ضياع الجيل والاجيال المتقدمه الغير متقدمه. نخاف نذكر الاسامي بيسكي الناس يتحسني بلي راني نجمع، نخاف نذكر الاسامي غدوه ما ندخلش نقرا خويا العزيز، خاطر على بالي بلي غدوه بعد يوجدوا لي مجمع وتتم عمليه اغتيالي بنجاح. زعما هذه الفوطو يقدروا يديبوزيو بيا عليها، مش كيتش يا جماعه بيسك العبد هذا ما تلوموش.